بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل المتابعين ولكل المشاهدين. حبايبي جيتكم بوصفة جديدة واللي هي حلوى الشعرية بالفستق الأخضر. نهيئ لهاي الحلوى كيسين من الشعرية الباكستانية وربع كيلو من الفستق الأخضر. الفستق الأخضر بنات ما خليته على عدليته وإنما كسرته شوية بالهاون، خليته بالطاوة، سهيته تقريبا مدة 5 دقائق. بعدها ضفت له ملعقة كبيرة من الشيرة، أحركه بالملعقة وأمزجه بالشيرة بشكل جيد وأرفعه عن النار. أخليه على ورق سيليفون وألفه بحيث يكون على شكل رول، وأستخدم الحصيرة حتى شوية تساعدني بتشكيل الرول. وبصراحة بنات بالبداية ما كنت أعرف شلون أستخدم الحصيرة حتى أشكل بيها الأشياء اللي أريد أسويها على شكل رول، وبالممارسة شوية شوية أكيد الواحد يتعلم. وأنا بنات بالمرة السابقة ما استخدمت الفستق الأخضر وإنما استخدمت الفول السوداني أو فستق العبيد، أيضا نجحت، بس أكيد يكون بالفستق الأخضر أطيب. شوفوا بنات الحصيرة شقد تساعد بلف الأشياء بحيث تكون على شكل رول، لأن هاي الحصيرة بنات تكون شوية قوية تثبت الأشياء وما تخلي بيها رخاوة. وبعد ما أشكل الفستق على شكل رول بمساعدة الحصيرة أحفظه بالثلاجة لمدة تقريبا ساعة، وخلال هاي المدة هو راح يلزم نفسه أو يجمد. بهالأثناء نكون مهيئين الشعرية، نخليها بإناء واسع، نكسرها بحيث تكون كلش ناعمة. بعدها راح نحولها إلى مقلاة، نضيف لها مقدار تقريبا ملعقة كبيرة من الدهن الجامد، أو بالإمكان استخدام زيت الزيتون. أنا بنات استخدمت زيت الزيتون. ونستمر بعملية تحريكه على نار متوسطة إلى هادئة لحد ما يشقر لونه. وهاي الحلوى دائما نجيب من عندها بس تكون مو وحدها وإنما ويا البقلاوة أو ويا الزلابية، فكم قطعة تكون من عندها. أنا دائما أفضلها على البقلاوة أو الزلابية لأن حالاتها شوية أقل من عندها. وهنا بنات من تشقر الشعرية راح نضيف نص علبة حليب مكثف، نحركها لمدة تقريبا دقيقتين مو أكثر. بعدها راح نرفعها عن النار. بعدها راح نخليها على ورق سيليفون ونمدها إما بملعقة أو بإيدينا بحيث يكون سطحها متساوي. نطلع الفستق من الثلاجة ونخليه على حافة الشعرية، ونبدي أيضا نستعين بالحصيرة ونلف الشعرية بحيث تكون على شكل رول. راح يكون الفستق بوسطها، نلفها بشكل جيد بالسيليفون وبالحصيرة ونحفظها بالثلاجة لمدة تقريبا ساعة أو نص ساعة. هي بسرعة طبعا هنا بنات راح تجمد بسبب وجود الحليب المكثف بها. بعد ساعة راح نطلعها من الثلاجة ونقطعها على شكل حلقات، وتكون وصفتنا الطيبة كلش جاهزة للتقديم. بس حبيت أقول لكم ملاحظة بنات، من تضيفون الحليب المكثف للشعرية لا تخلوها على النار فترة طويلة، يعني ما تتجاوز الدقيقة أو دقيقتين ورفعوها عن النار، لأن إذا بقت على النار فترة شوية طويلة راح تصير كلش قوية. ولهنا وانتهت وصفتنا. انتظروني بوصفات جديدة قادمة إن شاء الله. بس لا تنسون إذا عجبكم هذا الفيديو تدوسون على زر الإعجاب حتى يصعد والكل يستفاد منه. واللي ما مشترك بالقناة أتمنى عليه حبايب الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل حتى توصل الفيديوهات القادمة. إلى هنا وأستودعكم الله، ودمتم جميعا في حفظ الرحمن.